مرحبا أحبائي. اليوم عندنا كليشة عراقية راح أسويها على الطريقة الخاصة مالتي. أخذنا كيلو واحد طحين، وأخذنا طبعا نص ملعقة وسط ملح، وسكر ملعقتين كبار، عندنا بيكنج باودر ملعقة وسط، عندنا هيل مطحون ملعقة وسط، عندنا خميرة ملعقة وسط أيضا. هسه راح نخلط المكونات مع بعض. بعد ما خلطنا المكونات اخواني، طبعا عندي نصف كيلو زبدة، نجي نضيف هسه الزبد فوق الطحين، وعندي بيضة واحدة مخفوقة، عندي ماء ورد 2 ملعقة كبار، هسه نجي نخلط المكونات مع بعض. هسه راح اضيف شوية مي اخواني. شوفوا اخواني، هسه العجينة هاي طلعت هسه، وشوفوا قوام العجينة، شوف ايش محلاها. هسه نترك العجينة ترتاح اقل شي ربع ساعة. جبنا طبعا جوز اخواني، هذا كوبين، قطعته كله بالسكين، شوف الوصل مالته. هسه راح نضيف عليه سكر ربع كاسة، وراح نضيف عليه سمنة ملعقة كبيرة، وهيل ملعقة كبيرة أيضا. عندنا ماء زهر ملعقة كبيرة. هسه نخلط المكونات. هاي الخبطة هسه صارت جاهزة يا اخواني، مال الجوز، نحشيها بالكليكة. اخواني هسه بالنسبة لجوز الهند، هذا كوب ونص،
كوب ونص هذا طبعا ما ضفنا له سكر لأن محله هو بسكر من أساسه. راح نضيف له نص كوب كشمش أصفر، وراح نضيف له رشة قرفة ناعمة، وهيل ملعقة وسط، وعندنا ماي ورد نص ملعقة كبيرة. هسه نخبطهم، وراح نضيف فوقها ملعقة كبيرة عصير البرتقال. اخواني بالنسبة للتمر طبعا هذا احنا جبنا نص كيلو، هذا مطلع النوى مالته صافي يعني. هسه نضيف فوقها طبعا سمسم محمص 3 معالق كبار، وراح نضيف فوقها سمنة ملعقتين كبار، العفو بالاول الهيل ملعقة وسط. هسه راح نضيف السمنة ملعقتين كبار. هسه نعجنهم. هسه هاي الحشوة التمر هم صارت جاهزة يا اخواني. هسه احنا جبنا نايلون، هسه راح ندهن النايلون بالزيت اخواني. حطينا هاي بالوسطى اخواني، وحطينا النايلو فوقها. هسه نيجي نفرشها بالشوبك. شوفوا اخواني سويناها رقيقة جدا طبعا. هسه نجي نجيب العجين اخواني. بالنسبة للعجينة طبعا هم راح نجي نفتحها، قد ما تكون رقيقة تكون احسن. فتحنا العجينة هالشكل اخواني. هسه راح نجي شو اسمه مع التمر هاي نحطها فوقها. هسه احبائي نبدأ نلف منه. لحد النص ونجي نقطعها منه. نجي هسه هاي الزوايا هم نطبقن العجينة سوية حتى التمر ما يبين.
هسه نجي نسطحها شوية. هسه نجي نبدأ بالثانية. ونفس الطريقة هذيك الأولية، نطبق العجين بحيث التمر ما يبين، وبعدين نسطحها. هسه نجي نسطحهم بالشوبك اخواني. نجي نقصها بهالطريقة يا اخواني، تقريبا بزاوية 45. هسه بالشوبك نجي نسوي بيه النقشة، وعلى هالطريقة اخواني. قلت لكم الشوبك بس هذا شطل. العفو احبائي واعزائي الكرام. هسه نجيب العجينة مال جوز وجوز الهند اخواني، نجي نفتحها بحيث تكون رقيقة، وبعدين اعلمكم شلون من افتحها، اكمل لكم الفيديو. بعد ما فتحناها العجينة اخواني، طبعا هسه راح نقص هذا القلاص. شوفه القطر مالته ايش قد. هاي العجينة الزايدة طبعا اخواني راح نشيلها. نرجعها ويا العجين اللي ما مشتغلين بيه. اخواني نيجي هاي نفتحها شوية بعد، ونيجي نحط الحشوة بيها. بعدين نطويها، والنهايات نحاول نرققهم. بعدين نجي نسوينا بهالطريقة اخواني. شوفوا اخواني بهالطريقة. بعد ما طويناها طبعا حطينا الحشوة بين اخواني. هسه نقدر نسويها بالقلب. هاي القلب هسه شوفوا اخواني. هسه راح نحشي وحدة ثانية قدامكم. نيجي نحطها بالقالب. شوفوا حبايبي شلون طلعت. ولما نكمل
هسه نجي نحشي جوز الهند. نيجي نكورها مثل الطوبة، وهاي النهايات مالتها طبعا ندوسها حتى ما تفتح، ونيجي نحطها بالقالب. وندوس عليها حتى الطبعة مال القالب تصير بيها. شوفوا شلون طلعت. بالنسبة للكليتشة يلا دهن الوجه مالتهم، فجبنا بيضتين وملعقة صغيرة خل التفاح وملعقة صغيرة فانيلا. هسه نخبطنا هذولا. هسه نجي ندهن الكليتشة حبة. كلهن وبعدين احطهم بالاوفن اخواني على درجة حرارة 500. هسه انا محضرة احبائي. بعد ما طلعنا من الاوفن هسه راح اراويكم. هسه شوف هذا مال جوز، شوف شلون معبى متروس ترس. وهذا مال التمر، شوفه. هاي تلوق للحلوقكم. والف عافية اخواني. اذا حبيتوها للوصفة سوونا شير وسوونا لايك، وارجو متابعة القناة. والى اللقاء في الحلقة القادمة مع فيديو جديد. باي باي احبائي. هسه عدنا رشة فستق فوقها. هاي الخاطر عيونكم اخواني. والف عافية حبايبي.